واعلموا أنه ليس لكم من بني آدم سلاح أبلغ من هذين السلاحين. ليس لكم في بني آدم سلاح أبلغ من هذين السلاحين، الغضب والشهوة. ولهذا يجب على الإنسان أن يكون في حيطة عظيمة جدا. والرجل الذي غضب في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام واحمرت أوداجه، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولهذا فإن الشيطان في لحظة الغضب دخوله على الإنسان دخول قوي جدا، دخول قوي شديد في لحظة الغضب. ولحظة الغضب هي لحظة يسيرة جدا، يعني لا تبلغ دقيقة، لا تصل إلى دقيقة، لكن في هذه اللحظة التي أقل من دقيقة كم وكم حصل من الشرور العظيمة في العالم وفي البيوت وفي المجتمعات وفي الأسواق وفي لقاءات الناس، لأن الشيطان لحظة الغضب يهجم هجوما قويا ويطلب من الإنسان أشد القرارات. ولهذا كم من حوادث القتل حصلت في الفترة التي أقل من دقيقة، وكم من